التمر الهندي من مشروبات رمضان اللذيذة والصحية، بيسموه في بلده فاكهة الشفاء السحرية. قوي جدا في رفع مناعة الجسم والتخلص من السموم، وبيساعد في إنقاذ الوزن. إحنا متعودين عليه إن هو بيكون في شكل باكيتات زي المعجون، لكن في الأصل هو نوع من أنواع الفاكهة بالشكل اللي انتوا شايفينه قدامكم ده. والفاكهة دي في منها نوعين: نوع بيكون حلو يعني فيه سكر طبيعي منه فيه، ونوع بيكون حامض يعني طعمه بيكون مزز. الفاكهة دي يا جماعة متوفرة في كل السوبر ماركات الكبيرة. أي سوبر ماركت كبير بس تروحوا القسم اللي هو الكوري أو الأغذية الصينية، الطعام الصيني أو كده. أنا عن نفسي اشتريت النوع الحلو علشان أوفّر سُكّر وما استخدمش حاجة صناعية، وعلشان أقدر أستفيد إن هو يكون مشروب طبيعي صحّي ومفيد. ونصيحة منّي، جرّبوا التمر الهندي اللي هو الفاكهة الأصلية، بلاش موضوع الباكيتات اللي هو المعجون ده. حقيقي يا جماعة الطعم فريش وله تأثير واضح على الصحة. أول خطوة هنعملها إن إحنا هنقشّره. تقشيره سهل جدًا، جدًا، أسهل ما يكون، لإن قشرته خفيفة ولا قشرة البيض. من جوّه كده قوامه عامل زي العجوة، وريحته نفاذة تجري الريق. هانضّفه واشيل العروق. هتلاقوا كده بعد القشرة في عروق كده في الجنب، هنشيل العروق دي كلّها وننضّفها. وهاعمل معاكم كذا واحدة علشان تتعلموا طريقة تنضيفه صح. للأسف عندنا في مصر بيستخدموا التمر الهندي كمشروب بس، تخيّلوا! يعني هو بس ما يعرفوش حاجة عنه إلا إن هو إيه، بس بيتشرب وكمان إيه، في رمضان، يعني حتى طول السنة ما حدش بيعبّره، مع إن هو فاكهة شفائية من الدرجة الأولى. لكن أنا اكتشفت إن هو بينطبخ بيه أكلات كتيرة جدًا. مثلًا في الكويت بيتبّلوا بيه السمك المقلي بيتبّلوه بيه، وبيعملوا بيه صوصات كده زي المكدوس الصوصات اللي بتبقى جنب الرز والأكلات اللي فيها رز وفيها دسامة، لأن هو مزز، بيبقى طعمها روعة. حتى كمان في الشام برضو شفتهم بيعملوا بيه محشي ورق العنب، برضو بيكون مزز وطعمه خرافي. يعني من الآخر كده هو بيدخل أصلا كتوابل، لكن في مصر محدش يعرف إن ممكن ينطبخ بيه، وللأسف بيستخدموه كمشروب رمضاني بس. وبعد كده هنقعه في مَيّة سخنة على الأقل 3 ساعات علشان أضمن إن هو يدوب تمامًا. يعني يُفضّل إن يبقى ليلة كاملة علشان يكون خرّج كل العصارة اللي فيه. هنحط المَيّة يعني يا دوب تغطّي الكمية، مش كتير يعني. هنحط بس مَيّة تغطّيه بحيث إن هي تكفّي إن هو يدوب فيها، لإن ده زي ما قُلت لكم عامل كده زي العجوة. إحنا عايزينه بس يفكِّك البذور ويدوب كده، يبقى لازج كده حلو. وهنا بقى يا جماعة بعد ما اتنقع مدة كبيرة هنلاحظ بقى إن حجمه زاد ونفش. حتى برضو لو استعملت الباكيتات برضو هتلاقي كده بعد النقع هتلاقيه حجمه زاد ونفش كده الكمية خلاص، لأن هو داب وبقى حجمه أكبر من الأول. نبدأ بقى ندعكه كويس بإيدينا علشان نفصل البذور والألياف عن اللحم بتاعه. نفضل ندعك، وممكن كمان نستخدم الهراسة بتاعة البطاطس، يعني أو تستخدموا إيديكم أو هراسة البطاطس براحتكم. وخلاص كده يعتبر ايه البذور فصلت عن اللحم بتاعه زي ما انتم شايفين بالشكل ده. بعد كده بنجيب مصفى ونبتدي نصفي كل الخليط ده، نصفيه جزء جزء علشان ياخد راحته، ونحرك المعلقة فيه بالشكل ده علشان نساعده انه ينزل كل السيرم اللي فيه وكل الفوائد اللي فيه. في ناس بتكون مستعجلة فبتغليه بدل ما بتنقعه، يعني في ناس كتيرة جدا ما بتحبش النقع، فبتغليه على النار وخلال نص ساعة بيكون داب تماما في المية. لكن للأسف يا جماعة الطريقة دي خطر، وخلي بالكم بلاش حد يعملها، لأن النار وعملية الطبخ دي بتكسر الفيتامينات اللي فيه وبيفقد كل فوائده وبيتأكسد. لكن لو انت حابة تحسي بفرق من شربه وتستخدميه كشفا ودواء، عليكي وعلى النقع. مهما كلفك من وقت عليكي وعلى النقع. اسمعي كلامي، دي فرصة لأنه مليان مغنيسيوم وبوتاسيوم وحديد وكمان فيتامين سي. فيتامين سي ده اللي بيساعد على امتصاص الحديد، يعني هو جاهز كده اوتوماتيك. وهو اصلا بيعالج يعني بيعالج زي مضاد حيوي، في شفاء كتير، هو رقم واحد في علاج الجهاز الهضمي. فلو حد عنده امساك او التهابات داخلية او قرحة يشربه بس لمدة 3 ايام. 3 ايام التمر الهندي المنقوع، ويشوف السحر اللي بيعمله في الجسم وازاي بينور الوش، لانه بينظف الكبد وبيداويه من كل السموم اللي فيه. طول السنة احنا بناكل مواد حافظة كتير بتتخزن في الكبد وبتأذيه وبيطلع على الوش بيغمق او بينطفي. هو ده بقى التمر الهندي اللي هيخش على الكبد ينضفه تماما وينور لك وشك كله.
انا فضلت اصفي لحد ما بطلت تنزل، بس برضو بالمعلقه ان نكحت كده او نقشط كده من تحت، بيبقى فيه برضو رواسب كتيره موجوده. انا هنا اتبقى بعد ما صفيت الكميه كلها فاضل برضو جزء من اللحمه مش دايبه، هحط عليها شويه ميه علشان تدوب اكتر واكتر، وما يتبقاش بقى الا البذور. فاي حاجه تتبقى منكم يا جماعه عيدوا تاني نقعها، خليكوا وراه ما تسيبوش، يعني حرام نرمي كل ده. عينوا تاني نقعها وسيبوها تدوب اكتر واكتر. هنا بقى يا جماعه السيرم، خلي بالكوا ده مركز، ده ما بيشربش كده، ده لسه هيتخفف. ده بيبقى السيرم، حتى هتلاقوا تخين شويه، مش سائل كده. هنا بعد حوالي ساعة من النقعة ابتدى هو خلاص يدوب أكتر وأكتر، وفصلت البذور. دي البذور بتاعته. الناس اللي بتشتغل في الإكسسوارات، البذور دي يا جماعة بتتعمل بيها سبح أو أسورة أو عقد، ليها يعني استخدامات برضو كويس. هحاول أهرس الخليط الباقي، بس أنا ممكن أحطه في الكبة أو الخلاط علشان إيه؟ يعني خلص، هو بصراحة الهرس اليدوي أفضل، لأن الضرب بالخلاط بيعمل رغاوة كتيرة جدا، وبيفتح اللون، يعني بيدخل هواء في حاجه، والهواء معروف لما بيدخل بيغير الطعم وبيغير اللون. بس انا بصراحه مستعجله وايه وعايزه اخلص، يعني انا لو كنت فاضيه كنت عملته بايدي احسن. وبعد ما خلصت ضرب هرجع اصفي كمان مره في المصفى بتاعتي على نفس العصير القديم. خطواته كتيره بس بصراحه يستاهل. وعموما الواحد يعمل كميه كبيره، ما تعملوش حاجه، اعملوا حاجه تكفي اسبوعين. بالمعلقه ونحرك بقى، ولو حسينا انها مسدوده المصفى مش بتنزل، بالمعلقه من تحت كده ونكحت، نقشر كده من تحت، عشان يا جماعه هو سميك، فهتلاقوه كده بيسد المسامات بتاعه المصفى. فكل شويه خليكم بقى منتبهين دي، كل شويه نقلب ونشد من تحت بالمعلقه. وبكده الحمد لله خلصت. وانا كنت عاوزه اوريكم النهايه علشان تبقوا عارفين الكميه اللي المفروض تتبقى، يا دوب حاجه بسيطه معلقه. في ناس بيحبوا يرموا الكميه وهي كبيره، بس انا بحب اصفيها تاني وتالت ورابع لحد النهايه. وادي السيرم الروعه اللي هنعمل بيه احلى عصير، وهقول لكم طريقه تحضيره بقى، هوريكم بقى الخطوات بتاعه تحضيره. هنجيب كوباية شفافة ونحط فيها كام مكعب تلج، وزي ما قلت لكم ده طبعا سيرم مركز، يعني ما بيشربش كده، لازم نزوده مية او تلج. بعد كده بنضيف بقى مية زهر او مية مورد، طبعا ده اختياري، بس بصراحة مية الورد بتدي طعم منعش يرد الروح. ونحط شوية مية ساقعة كده، نزود شوية مية. وبعد كده بنصب التمر الهندي، اللي عاوز بقى يحط عسل أو سكر يحط، لأن أنا طبعا ده أنا شارياه هو فيه سكر مني فيه. وبالهنا والشفا عليكم، يا رب تكون الطريقة سهلة عليكم.